يلا نشوف غدانا ايه النهارده. جبنا سمك اهو ونضفناه وهنقليه. وبعد ما نضفناه جبنا ليمونتين فرمناهم في الخلاط وعلى شويه ملح وايه وننقعهم فيها عشان ريحه الزفاره. او هنقعه بقى ونشوف التتبيله هنعملها مع بعض. احنا هنعمل هنا التتبيله اهوت. معانا ليمون، توم، ببقى احط عليها بصلايه صغيره، ومعانا فلفل وجزرايه وطماطمايه. دول كده انا بحطهم كده على طول، بس هي التتبيله معروفه توم وفلفل وليمون. انا بحط بصل وطماطم وجزر، بصلايه صغيره طماطميه صغيره جزر. انا الحاجه في الكبه اهيت بنحط ليمون عادي بقشره، مفيش فيه حاجه، انت بتتبليه بس. وحطينا حاجتنا اهوت وهنفرمهم في الكبه وهنملح السمك معاكم. احنا كنا جبنا هنا عود كزبره وخرطناه وهنعمله في مع الدقه. عملنا بتاع الدقه اهيت، نحط لها بقى يدق معانا. الدقة ديت ملح كمون كزبرة شطة بابريكا. جبنا هنا السمك اهو بعد ما نقعناه يجي ساعة ولا ساعة ونص حسب ما انت عاوزة بقى، وهنملحه. والتتبيلة اللي هتفضل معانا هنحطها عليه برضو. كده اهو بعد ما كنا تبلناه بقى وحطينا بقى التتبيله اللي فضلت معانا حطيناها عليه. برضو كنسيبها لما نيجي ناكل بقى نقوم محمرين يبقى جاهز. نحمر بقى السمك. حطينا شويه دقيق من غير اي ملح ومن غير اي توابل، لان هو السمك متبل. حطينا الزيت يتقدح، سايبينه في التتبيله من ساعتها اهوت. التتبيله دي بتديله طعم جميل لما بتنقعي فيها وتسيبي كده. كده احنا الزيت معانا اتقدح اهو، نعرفه من رش الدقيق بس كده كده خلاص اتقدح معانا. هنحط بقى السمك ونحمره وفي الاخر هنوريكم. ونعمل هنا رز البصل او رز عادي، مفيش اي حاجه، مش هنحط له اي حاجه الا البصله بس. اما البصله تتحمر ونحط من شويه الميه وعلى كده ونسيبه بقى يستوي. هنا البصله احمرت معانا هي. عاوزين الرز غامق عن اللي هيبقى هيبقى بني قوي، غمقوها شويه. وعلى البصله كانت احمرت كنا غسلنا الرز معانا ونحط لها بقى الملح بتاعها ونسيبها تغلي. هنا كانت الميه غلت معانا بقى، نسقط عليها الرز وهنحطنا لها الملح بتاعها للميه. عاوزه تحط لها شويه كمون حط لها شويه كمون وكزبره، عاوزه رشه شطه صغيره حط لها رشه.